لما بتيجي تسأل مشجعين الكرة ايه اكتر حاجة انت ما بتحبهاش في الماتشات وايه اكتر حاجة انت ما بتحبهاش في الكرة بشكل عام او في الموسم بتاع الكرة بشكل عام، اول حاجة بيقول لك هو التوقف الدولي. التوقف الدولي ده بالنسبة لنا كده عامل زي ايه، فترة غير نقية. يعني انت قاعد بتتفرج على ماتشات مالهاش لازمة وتصفيات وبتاع، اول ما فترة التوقف دي بتخلص واول يوم سبت او اول ماتش في اي دوري انجليزي اسباني مصري اي دوري بيقدر ان انت تلعبه بعد توقف الدوري، بتحس كده ان روحك ردت مرة تانية. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا نتكلم في الكورة مع عبد الرحمن. النهاردة هنتكلم عن شوية حاجات كده أو ملخص سريع عن اللي حصل خلال الأسبوعين التوقف الدولي، من تصريحات من بعض الإعلاميين أو من بعض رؤساء الأندية، أو إيه اللي حصل في الأسبوعين دول. وهنتكلم في الجزء الثاني عن تشكيل نادي الزمالك قدام المصري بكرة إن شاء الله، ماتش الساعة 8، وهقول لكم كده على شوية مفاجآت في التشكيل. فخليك معايا للآخر عشان تقدر إن أنت تشوف الحلقة. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب على القناة عشان نقدر ان احنا نكمل مع بعض. الاسبوعين اللي فاتوا طبعا مصر كسبت اثيوبيا، اتعادلت مع بوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم. منتخب ايطاليا كان بيلاعب الاوساخ، منتخب ايطاليا كان بيلاعب الاوساخ والحمد لله قدر ان هو يكسب، وقدر ان هو يبعد الاوساخ عن تصفيات كاس العالم، وان شاء الله يعني ما يخشوش اصلا كاس العالم. في بعض كده الحاجات اللي حصلت وبعض ال الكلام اللي اتقال. يعني مثلا شفنا كابتن محمود الخطيب امبارح بيعمل اجتماع كده مع اللعيبه في مختار التتش، وبيتكلم وبيحفزهم. الحاجات دي لما مرتضى منصور كان بيعملها، وليس دفاعا عن مرتضى منصور، بس الحاجات دي لما كان مرتضى منصور بيعملها الاعلام الاحمر كان بيطلع يتكلم ويقول يا جماعه الحق ده مرتضى منصور، وبيسفوا على الراجل وهو بيطلع بيتكلم، مش دفاعا عنه. مرتضى منصور عمري ما دافع عنه اصلا، ولكن لما كان بيعمل كده الناس كانت بتستغرب. دلوقتي محمود الخطيب اجتمع مع اللعيبه امبارح وحفزهم ان اللي حصل الفتره الاخيره من هزيمه، وحصل من تعادلات وشكل الفريق وده النادي الاهلي اللي بيعمل اللعيبه وكل الكلام السكريبت المحفوظ ده يعني. وبعد كده حسام غالي لما طلع وقال كده تصريح حلو جدا، والتصريح ده كان قاله قبل كده برضه ورجع فيه، قال لك انا مش هخش انتخابات الاهلي اللي جايه. ده طبعا كلها عارفين ان هي ممكن تبقى اصلا فكره التصريح زي ده عشان الجمعيه العموميه تقول لك بيبو بيبو الله يا خطيب احنا عاوزينك، ولا او ما ينفعش ولازم تخش تاني الانتخابات وبتاع، وان الراجل تعبان، وكل فتره انتخابات يبقى الراجل تعبان، وبعد كده يقول لك خلاص انا هترشح تاني. بيقول لك في الاول انا مش هترشح، وبعد كده يقول لك خلاص انا هترشح تاني، وكل الكلام البروباجندا الاعلاميه اللي بتحصل دي عشان الراجل يترشح ويبقى جاي هو الجمعيه العموميه اللي عايزاه والنادي اللي اختاره والكلام ده كله. في حين ان ممكن اصلا ينزل قدامه ناس مترشحه وناس كتيره جدا ممكن ان هي تكسب بسهوله جدا، وده اللي قاله حسام غالي ان هو قد يكون مرشح لانتخابات رئاسه الاهلي اللي جايه. وبشكل عام يعني الوضع في الاهلي مش احسن حاجه. شفنا خناقه امام عاشور في التجمع الخامس مع احد الناس الجماهير بيصوروا، والراجل قال له لا مش عايز اتصور معاك، راح الراجل شتمه. طبعا ده غلط، يعني مش دفاعا عن الغلط، ده غلط بشكل عام. امام عاشور عشان بس قصه امام عاشور ده احنا اتكلمنا فيها قبل كده. امام عاشور زي ما قلنا قبل كده هو الراجل عاوز ياخد اعلى من زيزو، ومحمود الخطيب مش موافق على ده. مش هكسر سقف ايه مش هديك زي زيزو من الاخر كده، ولا سقف ولا اي حاجه. الراجل جاله عرض من الهلال من الاخر، الراجل جاله عرض ادم وطني بقى هو وكيل اللاعب امام عاشور، فالراجل جايب يا باشا عروض من بره وعروض كويسه جدا، والراجل لسه بوتنشال، الراجل عنده يعني امام عاشور قادر ان هو يدي، يعني انت فاهمني، والراجل بدا ان هو يجيب مستوى. ده بالنسبه للي حصل خلال الاسبوعين اللي فاتوا من كوره في مصر بشكل عام والاحاديث اللي حصلت. طيب تعال نتكلم عن تشكيله الزمالك. الزمالك اخر ماتش، تعالى كده نعمل فلاش باك سريع. الزمالك اخر ماتش كان بيلعب وادي دجله، كان من اسوأ الماتشات في الموسم ما بعد ماتش المقاولين طبعا. اتغلبنا 2-1، الزمالك اتغلب 2-1. ما عنديش مشكله ان انا اتغلب، بس عندي مشكله ان انا ما اتعلمش من اخطائي، وان انا اللي حصل ده ما يحصلش تاني او ما يتكررش تاني، او شكل اللعيبه في الملعب ده ما شافوش تاني. تمام. طيب الزمالك التشكيل اللي هيخش بيه وده بنسبه كبيره قوي اللي هيتلعب بكره. طبعا الزمالك جاب لعيب افريقي امبارح، التقديمه بتاعته كانت تقديمه لحد ما يعني كويسه مقارنه بالتقديمات اللي قبل كده. لا التقديمات اللي قبل كده احسن، كان فيها فكره. لكن التقديمه ديت يعني كانت حاجه بسيطه كده معموله بالاي اي، فالدنيا مشيت يعني. طيب تعالى بقى نتكلم عن التشكيله، وهنتكلم النهارده مين اللعيبه اللي ممكن نلاقيها موجوده جديده في تشكيله الزمالك، واتمنى ان اللعيبه ديت هي اللي تبدا. لا يعني ما اتمناش ان انا اشوف لعيبه غير اللعيبه ديت. طيب اول حاجه محمد صبحي الراجل مثبت نفسه، مثبت يعني اداؤه، الراجل اداؤه في تصاعد. ما عندهوش يعني
فكره ان محمد صبحي موضوع ان بيلعب برجليه ده مضايق، يعني مش حاجه كويسه، وغلطنا اصلا فيها وهنغلط تاني. فمحمد صبحي عندنا باك يمين عمر جابر، عندنا 2 مساكين حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل لاول مره لان الونش اتطرد والراجل طلع اعتذر، نزل ستوري اعتذار، تمام. يبقى حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل هنشوفهم بكره في مركز المساكين. عندنا باك شمال محمود بن تايك، لان بعد اللي عمله فتوح بصراحه في ماتش وادي ده انا ما بحبش انا اشوف فتوح بشكل عام اصلا في الملعب، يعني وجود فتوح في الملعب بقى بيضايقني. وسبحان الله فتوح ده من لعيب كان يعني هيحترف والموضوع معاه كان هيختلف ما بعد 2021 الى لعيب يعني انا اسف مع مخدرات وبيشرب مخدرات وبيسهر وبيكذب وحاجات كتيره قوي 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 احنا شفناها. فانا ما اتمناش ان انا اصلا وجود فتوح بالنسبه لي في النادي مش احسن حاجه. سامحنا مره والثانيه والثالثه فخلاص الجمهور مش عندوش القابليه لحاجه زي كده يعني، بس هو موجود لحين اشعار اخر يعني. فزي ما قلنا كده التشكيله هيبقى محمد صبحي، عمر جابر، الاثنين مساكين محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، محمود بن تايك. نص ملعب دونجا هيرجع بكره هيلعب اساسي، لان عندك محمد شحاته شبه اصابه، يعني الراجل في عنده مشكله كده في رجليه، تمام. فهنلاقي بكره دونجا، هنلاقي جنب دونجا عبد الله السعيد، ناصر ماهر، عدي الدباغ، 2 جناحين طايرين، الفينا الراجل يعني هو الوحيد اللي بيلعب في الزمالك، وشيكو بنزا. انا عندي كده تعقيب بسيط جدا على شيكو بنزا. شيكو بنزا هو انا حاسس ان هو جاي يقضي فتره، هو كده كده هيقضي فتره، يعني انت جايبه مثلا بجنيه هتبيعه ب 10 جنيه، بس انا شيكو بنزا ده يعني عامل كده ايه اللي هو يا باشا انا مش في دماغي اي حاجه، انا جاي انبسط يا باشا، انبسط بس تبقى كسبان، انبسط ما تبقاش خسران وتنبسط، يعني ما تبقاش خسران وتفضل تعمل لي حركات في الملعب. يعني انت واضح جدا ان انت يعني فكريا فيك يعني تفكيرك او ذهنك فيه مشكله، وده في مصر هنا مش هيبقى احسن حاجه، يعني مش هتقدر ان انت تتماشى مع الحاجه دي. فاكيد في ناس لازم تتكلم معاه، ده طبيعي جدا. عدي الدباغ انا اتمنى بكره ان عدي الدباغ يجيب جون، وخدوها مني نصيحه والله العظيم، عدي الدباغ لو جاب بكره جون هيفتح معاه، لان هو محتاج ده، يعني هو محتاج ده. الراجل بيتحرك تحركات والله ما في لعيب في الزمالك بيتحرك، ينزل يستلم وبيرجع وبيضغط على المدافعين وبيوسع مساحات، وكل الناس اللي بتبقى فاهمه تحليل هتبقى فاهمه كلامي. عدي الدباغ وظيفته مهمه جدا، هو مهاجم بس بيعمل حاجات لعيبه كتير مهاجمين ما بيعملوهاش، عشان نكون متفقين. يعني انا اتمنى بكره اشوف عبد الحميد معالي، اتمنى بكره اشوف ادم كايد في مركز 8 او 10 يعني، والاحسن يبقى 10، يعني ادم كايد في مركز 10 حلو جدا بالمناسبه، يعني عشان ايه الناس تبقى واخده بالها من النقطه ديت يعني. اتمنى اشوف عبد الحميد معالي، الراجل يعني الراجل من لما نزل في ماتش سيراميكا او مودرن الراجل عنده لمسه، يعني الراجل موجود في لمسه فاهم، يعني عايز اشوفه يعني في لعيبه كتير، عايز اشوف احمد شريف، عايز اشوف عمرو ناصر، عايز اشوف احمد ربيع. احمد ربيع ده احنا ما شفناهوش لحد دلوقتي، ما نعرفش الراجل ده حلو ولا وحش، ما عندناش المعلومه الكامله، يعني الراجل مصاب. ففي لعيبه كتير قوي انا نفسي ان انا اشوفها بكره. ماتش بكره ماتش مهم، ماتش بكره انت لازم تكسبه. تكسبه ليه؟ عشان انت بتلاعب الفريق المتصدر. تكسبه ليه؟ عشان انت خسران ماتشين او خسران ماتش ومتعادل ماتش، والماتشين ما لهمش لازمه، المفروض ان انت تكسبهم باسهل طريقه. تكسبه ليه؟ عشان لازم ان انت كزمالك تبين للمنافسين يا باشا انا موجود في المنافسه وبكسب الفرقه المتصدره دوري، ما عندهاش مشاكل. المصري بالمناسبه المصري فرقه كويسه جدا، مع نبيل الكوكي عاملين 5 ماتشات تحفه احسن من بعض. فماتش بكره هيبقى صعب، فلازم تكسب، لازم تبقى نازل كده وعندك تارجت ان انا لازم اكسب. لعيبه الزمالك لازم يوصل لها مسج ان انا لازم اكسب، ما عنديش خيار بكره تاني. اعتبره ماتش كاس، اعتبره ماتش بطوله بكره. هتقول لي ما لسه بدري، هقول لك يا باشا على عيني، انا موجود، المفروض ان انا في المنافسه، المفروض ان الناس او المنافس الاقرب ليا لازم اديله كتف كده اريحه عشان يهدى شويه واكمل انا. ما احنا قلنا يا جدعان الكلام ده قبل كده. فيعني اتمنى كل اللي احنا بنقوله يكون واصل للناس والناس تقدر ان هي تفكر فيه. ان شاء الله بعد الماتش هنطلع نتكلم عن الماتش، وان شاء الله نطلع كده مبسوطين وفرحانين واحنا كسبانين ان شاء الله باذن الله يعني، تمام. ما تنساش تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب في القناه عشان نقدر احنا نكمل ونقدر احنا نوصل لاكبر عدد من المتابعين. يلا يا جدعان شدوا كده شويه في السبسكرايب علشان فاضل لنا كده بتاع 400 ولا حاجه ونقفل 1000 سبسكرايب ان شاء الله، وهنكمل يعني احنا مكملين، تمام. شكرا جدا ليكم، كان معاكم عبد الرحمن، سلام.